السلام عليكم عشرة حمراء. المهم غدا الماتش تاع الوداد والعين اللي كنتمناو فيه تيصال، وكنطلبوا مع ذلك باللي الوداد ديالي بيتحمسوش باللي غدا راه ينتصروا 100%، حيت خسروا اخرين مع 6 وخسروا في 5 صافي غتربحهم انت. حيت الاخرين تا هما اش تيبان لهم الوداد واحد داك القصير اللي غيجيبوا فيه 3 بوان، حيت حنا العرب بيناتنا كنتحاكوا وكتحيد القلعه وكتحيد الدهشه وكتلعب. واصلا الوداد للاعبين، مجموعه ديال اللاعبين اللي كاينين في الوداد حاليا تا هما المستوى ديالهم ضعيف، حيت الفرقه اللي كيلعب فيها بوطويل وكيلعب فيها مفيد وموفي وحركات. اصلا التصريح اللي كانت الاداره هذاك التصريح اللي قال مفيد والله ما يبقى يلعب عندي نص نهار، ما يبقاش يلعب عندي في الوداد. باش انت خاسر 4 وكتخرج وكتقول وحنا ما خسرناش ب10 وما خسرناش ب8، زعما راه انت اذا انت عندك انت متصالح مع الهزيمه، خاسر ب4 وباقي كتهضر وكتقول لا دابا انت كنتي غادي باش ما تخسرش ب8 ولا ما تخسر غادي باش ما تخسرش ب10. هذا رايي انا بحق فريق ديال الوداد، بعدا في حال حتى واحد تيهضر هذه الهضره هذه خاص 4 وخارج تقول كنتو كتسناونا نخسروا ب10، طفرتيه ربحتي زعما انت ولا تعادلتي باش تخرج تهضر، لقيتوها سايبه. وعاد زيد بن هاشم تا هو الله يشافيه، نهار تعادل مع السيتي عفوا نهار مع السيتي ربح خسر بجوج زيرو، خرج طمع بدا كيقول لهم ما الشاس مع اليوفي غادي نديرو وغنفعلوا. باش كتشوف التشكيله ديالو كتلقى لاعب نفس الخطه، لعب بخمسه اللور. بوتقيل شافوه العالم كامل شافوه ما صالحش الا هو امن به ولعب. ولا المدرب اللي تيكون مكلخ ولا تيبان ليه شي لاعب مكلخ وعليه اجماع باللي زرق وكتدخلو، ومن هنا كنقول لك خويا اسمح لي راه انت راه النيفو ديالك انت راه ديال الزبابره. يخرجوا لي شي وحدين دعموا حنا بقاو ندعموا، حنا كندعم حتى واحد، انا كندعم الوداد. عندك ما عندكش. واش مساعد داك ابراهيم النقاش بالدبلومات عنده تجيب بالراد شنو يعمر لك الشيشه في خريبكه صاحب مريح حتى في القهوه اللي كنتو كطريحوا فيها ديما. الله يهديك اصاحبي، راه شنو الدور المساعد المدرب في المغرب؟ حنا عندنا واقيلا يكون صاحبك، ماشي هو الدور المدرب يكون قاري وواعي وتعول عليه ولا يقول لي الدراري صافي. هذا هو المساعد المدرب عندنا في المغرب. نيفو كبر عليك انت وخيلوطه جايلوطه وغادر الامور غادي عواشر، ولكن تا يسالي هذا الكوب دي موند عاد غنشوفوا فين غادي تجي هاد الرمانه فين غتوصل. السلام عليكم ورحمه الله.